السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا؟ اتمنى تكونوا بخير وبصحة وسعادة. النهاردة هنعمل مع بعض كيك اقتصادي هش وطري ومكوناته موجودة في كل بيت، من غير بيض ومن غير زبدة ومن غير سمنة. انا بسميها كيكة اخر الشهر. اما تفتحي التلاجة وما تلاقيش عندك بيض وعايز تعملي كيكة او حاجة حلوة، ممكن تعملي الكيكة الجميلة دي، وكمان هنعملها بالمية. تابعوا معايا المقادير، واتمنى بقى تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للفيديو لقناه اليوتيوب وتفعلوا جرس التنبيه عشان يوصلكم اشعار بكل جديد. في بوله هحط نص كوبايه من السكر العادي، وهحط عليها نص كوبايه من الميه. لازم ادوب السكر دوبان تام، لازم السكر يدوب في الميه دوبان تام. طبعا الكوبايات اللي انا بعاير بيها جميع المقادير، والمقادير تكون بدرجه حراره الغرفه. عندك الكوبايات المعياريه ماشي، ممكن تعايري بيها. ما عندكيش كوبايه الفرنساوي، المج الفرنساوي الموجود في كل بيت الازاز ده، ممكن تعايري بيه. كل المعيارات ديت متاحه وقد بعضها. السكر هنا داب معانا خالص اهوت، والميه اللي مستخدماها ميه من الحنفيه عادي. اهم حاجه ان السكر يدوب فيها كويس. دوبنا السكر كويس بقى، هنحط ربع كوبايه من الزيت. الزيت هنا نوعه مش هيفرق، لان كيك الشوكولاته طبعا بيداري على اي روايح موجوده في الزيت او في البيض، فنوعيه الزيت مش هتفرق. بس انا طبعا مستخدمه زيت ذره كويس. هنقلب بقى المكونات بتاعتنا ديت، مش هنبالغ في التقليب. هنحط بقى المكونات الجافه بتاعتنا. المكونات الجافه عباره عن كوبايه من الدقيق، والكوبايه دي برضو قد الكوبايه الفرنساوي، قد الكوبايه المعياريه، كلهم نفس المقاس ونفس الحجم، وبيستوعبوا نفس الحجم من السوائل ونفس الحجم من المواد الجافه. هحط كوبايه من الدقيق العادي متعدد الاغراض او متعدد الاستخدامات، واحط عليهم ذره من الملح عشان تعادل الطعم. هحط معلقتين كبار من الكاكاو. الكاكاو لازم يكون نوعه وجودته كويسين، علشان هو البطل بتاعنا بتاع الكيك. فهنحط معلقتين كبار. انا مستخدمه كاكاو اسباني، طبعا بيكون طعمه كويس وطعمه اقرب كتير للشوكولاته وبيكون جودته كويسه. وهحط كمان معلقه كبيره من البيكنج باودر او الكيك شيف. لازم اعدي المكونات الجافه بتاعتي ديت على ما ادخل، علشان الهواء يدخل في الكيك، وفي نفس الوقت يطلع هش وطري، لان النخل المكونات الجافه بتخلي الكيك هش وطري في نفس الوقت. يبقى احنا حطينا المكونات بتاعتنا: كوبايه من الدقيق، عليها معلقتين كبار من الكاكاو الخام، عليهم ذره ملح، عليهم معلقه كبيره من البيكنج باودر او الكيك شيف. هنخل المكونات كويس. وطبعا المكونات السائله معايا نص كوبايه من الميه، مدوبين فيها نص كوبايه من السكر. كان عندي هنا حبه فانيليا في الازازه، حطيتهم على المكونات الجافه بتاعتي. طبعا انا مشغله الفرن بتاعي من اول ما اشتغلت، بشغل الفرن بتاعي على درجه حراره 180، عشان الكيك لازم يدخل على فرن ساخن مسبقا قبليها ب10 دقايق. فمن اول ما حضرت المكونات شغلت الفرن بتاعي على درجه حراره 180 عشان يلحق يسخن، عشان احط فيه الكيك. بقلب المكونات الجافه كويس جدا في المكونات السائله. طبعا القوام بيطلع معايا تقيل، ما تخافيش. هنخففه دلوقتي بنص كوبايه من الميه المغليه. طبعا الميه المغليه اما بتيجي تتحط مدوبه فيها، الميه المغليه مدوبه فيها معلقه صغيره من القهوه ساعه الذوبان او القهوه العربي بتاعتنا. الميه المغليه ما بتيجي تتحط في الكيك بتخليه هش وطري جدا. طبعا قهوه سريعه الذوبان او القهوه العربي مش بيبقى ليها طعم في الكيك، بس بتعزز طعم الكاكاو الموجود فيها، بيخليه كأنه طعمه زي الشوكولاته بالظبط. طبعا الميه المغليه بقى هتفك كل التكتلات الموجوده عندي ديت، وهتخلي الكيك قوامه سايل. هقلب كويس بس في اتجاه واحد كده لغايه ما القوام كله ينظبط ويبقى بالقوام ده، القوام السائل اللي انتوا شايفينه ده.
كده تمام، الكيك كده تمام. هنجيب بقى قالب بايركس زي ما انتوا شايفين كده، وهكون دهناه دهنة زيت بالفرشة، وهحط فيه المكون السائل بتاع الكيك بتاعي. نسيت احط معلقه صغيره من الخل. طبعا المعلقه الصغيره دي بتتحط على الخليط لما يخلص خالص بتاع الكيك، وقبل ما احطه في القالب بتاعي بحط معلقه صغيره من الخل واقلب. المعلقه الصغيره من الخل دي بتساعد على عمل البيكنج باودر، وكمان في نفس الوقت بتدي هشاشه للكيك كويسه، لان طبعا الكيك بتاعنا ما فيهوش بيض ولا فيه اي مواد رافعه غير البيكنج باودر بس، فبنحط خل كمان بيساعد على هشاشه الكيك. هخبطه خبطتين كده عشان يطلع الهواء اللي فيه، واحطه في الفرن اللي انا كنت شغلاه من تحت بس، مش مشغلاه من الشوايه من فوق، ومشغله المروحه. لو فرنك فيه مروحه شغليه عشان توزع الحراره. بيقعد من ربع ساعه لتلت ساعه على حسب فرنك. ما تكتريش عن كده عشان الكيك بتاعه وشه ما ينشفش منك، والكيك بتاعك ينشف منك وتطلعيه ناشف، فما تزوديش في طريقه التسويه. هنا هنحضر الصوص بتاعنا بقى. قبل ما نطلع الكيك من الفرن هحط نص كوبايه من الحليب البودر، ونص كوبايه من السكر، وكمان عندي نص كوبايه من الزيت، وهنحط نص كوبايه من اللبن او الحليب. كمان بقى هنحط 3 معالق كبار من الكاكاو الخام الاسباني. طبعا زي ما قلت لكم لازم نستخدم نوع كويس من الكاكاو، وطبعا احسن نوع في السوق دلوقتي هو الكاكاو الاسباني، بتلاقيه عند اي عطار او اي عند مستلزمات حلواني. 3 معالق كبار هرميين من الكاكاو الخام. طبعا الكيك بتاعي طلعته اهوت من الفرن. هختبره بقى بعصير شيش طاووق او خله او سكينه. طبعا طالعه نظيفه خالص اهيت، معنى كده ان الكيك استوى كويس جدا. شايفين ايدي بتبسطم في الكيك، معنى كده ان الكيك هش وطري جدا. الصوص بتاعي بقى، عندك هاند بلندر شغال، عندك خلاط برضو شغال. هنعمله كده، هنعمله بالهاند بلندر، نضربه ضربتين 3 كده هيتقل معانا. لو الصوص تقل معاكي قوي 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 ممكن تزوديه بحبه لبن كمان، زي ما عمل معايا كده. الصوص كان تقيل جدا جدا فزودته بحبه لبن كمان. طبعا هنا الاضاءه مش باينه قوي، بس هوريهولكوا في الاضاءه كويسه. ممكن تضيفي اضافات على الصوص زي معلقه صغيره كده من القهوه سريعه الذوبان او القهوه العربي، بتعزز طعم الشوكولاته وبتخليه كانه فيه شوكولاته، كانك عامله صوص بالشوكولاته. طبعا ده قوام الصوص جميل وبيلمع اهوت. وممكن كمان الصوص ده ينفع ان هو يبقى بديل للشوكولاته القابله للدهن، زي النوتيلا، زي الانواع اللي موجوده في السوق، لان قوامها تقيل ولسه كمان لما تحط في التلاجة قوامها هيتقل اكتر. فممكن تتعمل في السندوتشات، في اللانش بوكس بتاع المدارس. الاطفال هيحبوها جدا، وهتكون بديل كويس للنوتيلا والماكستيلا والموجود الانواع الموجوده كويس دلوقتي في السوق. حطينا بقى المكونات الصوص بتاعنا. ممكن نكتفي بالصوص، كده فردناه كويس، ممكن نكتفي بيه، وممكن نزينه بقى بويفرز زي ما انا حطيت شوكولاته بيضه، اي حاجه، او ممكن تكتفي بالصوص ده بس كده كتزيين. التزيين على حسب ما انت تحبي. شايفين الكيك تحفه، والكمان الصوص ماسك نفسه من قبل ما يخش التلاجة. شايفين الطبقات رهيبه جدا. وما كلفتكيش حاجه، ومعموله بالميه. ممكن تقسميها بقى 8 قطع زي ما انا قسمتها كده، عايزه تقسميها اكتر براحتك، بس اظن ان الحجم ده طبيعي وكويس جدا. شايفين الصوص عامل طبقه زي الشوكولاته بالظبط، كانك مسيحه شوكولاته وحطها على الوش. شايفين الكيك كمان تحفه جدا. شايفين طراوه وهشاشه الكيك.
وزي ما قلت لكم عرفتوا ليه انا سميتها كيكه اخر الشهر. كيكه لذيذه وفي نفس الوقت اقتصاديه، وما كلفتناش بيض ولا سمنه ولا زيت ولا اي حاجه من دي. وشايفين الطبقات تحفه جدا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.